السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم قررت إن شاء الله ندير معكم بسطيلة بالحوت، اللي كتجي راقية لذيذة بزاف، وهكا تقدموها في العراضات ديال الافطارات رمضان في العيد. الكوموندات اللي كتدير الكوموندات. تبعوا معايا نبداو على بركة الله. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. عندنا في واحد الهشوار درنا قزبر ومعدنوس، هكا البابريكا اللي هي التحميره، كندير مدخنه، وواحد المعلقه ديال القزبور حبوب، هو القزبور الجاف، وواحد المعلقه كبيره ديال العطريه ديال البسطيله ديال الحوت. يعني يمكن لكم تستغناو عليها، يعني ديروا العطريه العاديه ديال الحوت. درنا الحامض مصير، درنا ثومه وشويه زيت زيتون وطحنا. هذه هي التوابل اللي كنستعمل انا، والحامض هكا حامض معصور. هذه هي التوابل العاديه اللي كنستعمل انا. يمكن لكم ديروا اي توابل نتوما كتفضلوا. يمكن لكم تضيفوا صلصه الصوجا، انا ما كنضيفهاش هنايا، كنديرها غير مع الشعريه الصينيه، باش كيبقى لينا الحوت بالمذاق ديالو، ما كيفقدش داك يعني ما كيتلفش مع قوه العطريه، كتلف المذاق ديال الحوت. المهم كنشرملو لهذا هذا سمك الميرلون، كل واحد واي سمك كيفضل. يعني يمكن لكم ديروا القرب اللي هي لا كوربين، يمكن لكم ديروا الروكان، يمكن لكم ديروا اي حوت ابيض يمكن لكم ديروه، يعني على حسب المتوفر. صافي. مهم كنشرملو هاد الحوت ديالنا، غندخلوه للفران واحد 10 ديال الدقائق هكا، غيتصهد لينا ويطلق الماء ديالو. عندنا هنا الشعريه الصينيه اللي سلقت القشور ديال الكروفيت ورقدتها في الماء ديالهم طايب، خليتها واحد 5 دقائق، ومن بعد كنصفيها وكنقطعها على هذا الشكل. هانتوما كتجي هكا مقطعه، حسن ما تكون هكاك كبيره كتجيش زوينه في البسطيله. ناخدينا البصله اللي احسن تكون خضاريه، او البورو حتى هو كيجي لذيذ في البسطيله ديال الحوت. هنا شحرته في زيت زيتون، وغنضيفوه مليحه والابصار حتى كيذهب لينا وكتهبط داك البصله. من بعد كنضيفو شامبينيون، انا كنستعمل هذا كيجي صراحه لذيذ ألذ من المعلب، حتى كيهبط حتى هو كيتشحر حتى كيهبط. ومن بعد كنضيفو الشعريه الصينيه ديالنا، انا قسمتها على دفعات باش هكا تشحر لينا مزيان. وضفت واحد المعلقه من الشرموله اللي حضرت معاكم. صافي. ومن بعد عاد كنضيفو غير في الشعريه اللي كنضيفو صلصه الصوجا، كيف قلت باش الحوت يبقى بالمذاق ديالو، ما نكثرولوش قوه العطريه. ومن بعد طحنت شويه ديال الكورنيشون والزيتون وضفتو على داك الشعريه الصينيه. هنا خديت هذاك سيبيا، ضفت ليها واحد المعلقه ديال الزبده بهذا الشكل. انا عندي زبده هنايا بلديه، واحد المعلقه ديال الشرموله، وكنشحروها حتى هي غير شويه، يعني واحد 5 دقائق. هانتوما الحوت ما خليتوش بزاف، كيبقى باش يبقى طري ويبقى بالمذاق ديالو ما ينشفش معانا. هنا خديت الكالامار، كليكم تكتفيو غير بالسيبيا الا ما لقيتوش الكالامار. هنا خدينا الكالامار كيف العاده، زدت واحد المعلقه صغيره ديال الزبده مع واحد المعلقه كبيره ديال الشرموله اللي حضرنا، وكنشحروها حتى هي غير واحد 5 دقائق. صافي. ما كنخليو على النار تكون مجهده باش ما كيطلق ليناش الماء ديال الماء، يعني وكي يصغر وكيقصح. حتى الكروفيت نفس الشيء، حتى هو واحد 3 دقائق ماكسيموم. صافي. كنشحرو حتى هو في داك الشرموله وشويه الزبده، يعني في نفس المقله كنديروا كلشي. ومن بعد ملي كيبقى لينا هذا الماء هذا، كنصفيو داك الحوت ديالنا وكيبقى لينا هذا الماء هذا الماء ديال الحوت. خديته من الميرلون اللي طابت في
هذا في الفران، ومن الكروفيت ومن الكالامار. ومن بعد كنخليه حتى كيشرب، حتى كيتجمر مزيان، وكنضيفوا له واحد شويه د لاكريم. هاد الخلطه راه كتجي رائعه، كتعطي واحد البنه لذيذه، منها كتبنن الشعريه ديالنا بلا الحوت، ومنها كتجي الشعريه بنينه، ما كتجيش داك الشعريه باسله بحال اللي كتاكلي، يعني ما ما مبنناش. هذه كتجي شعريه مبننه، يعني كتاكلي بحال الشعريه بحال الحوت، يعني نفس المذاق. وجربوا معايا هاد الطريقه وان شاء الله غتشكروني عليها. ودابا غناخدو آه، الطاوه ديالنا. المهم راه سميتو الفيديو كيوضح الشرح، يعني بلا ما نحتاج نهضر بزاف. فواحد الطاوه كنديروا الجزء الصغير هو اللي لداخل، كنديروا هكا شحال درنا 4 5 ديال الورقات، كنديروا الجزء الصغير هو اللي لداخل. خدينا البيض الصفر مع البيض، يعني بيضه، وكنلصقوا بها الجوانب هكا باش كتجينا مفينيه مزيان. وهانتوما وضعت وحده في الوسط. ودابا غنديروا العكس، غنحطوا الجزء الكبير هو اللي لداخل، وغندير غير 3 ديال الورقات هكا، كتجي لنا ملمطه مزوقه ناضيه، بلا ما نحتاجو نبقاو نلمطو حتى نساليو البسطيله ونبقاو نلمطو. ها نتوما كناخذ البيض وكنلصق به الورقه ديالنا باش كتجي فينيه. هنا خدينا واحد التحميره مرقده في الزيت، كتكون عندنا هكا يعني على قديمه، ولا نرقدوها في الصباح ونستعملوها في العشيه، ولا ما كانتش متوفره نديروا هذيك الساعه وصافي. كنديروا واحد المعلقه ديال التحميره في الزيت العاديه، وكنبقاو هي باش كندهنوا، ما كنديروا لا زبده لا حتى حاجه. كنحطوا الطبقه ديال الشعريه ديالنا هي الاولى، كندردروا في وسط منها الفرماج، كندردروا الفرماج، وعاد كنحطوا الحوت ديالنا من الفوق. هانتوما حطينا الكالامار، الكروفيت، الميرمون، الحوت الابيض اللي استعملنا، والكروفيت ما كنطيبوش بزاف، كنأكد على هذه القضيه، غير واحد 2 دقائق 3 دقائق صافي فقط. ها الكالامار ديالنا نتوما حطينا الحوت ديالنا كامل، ومن بعد كنبداو كيف قلت نلمطو وفي نفس الوقت كنزوقو وكندهنو بداك الخليط ديال التحميره مع الزيت. هانتوما جربوا هاد البسطيله، راه كتجي رائعه كيف قلت، بداك الصلصه اللي درت ديك يعني درتها من يعني من معرفتي الخاصه، ولكن راه كتجي كتعطي واحد المذاق رائع لداك الشعريه. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، راه الفيديو كيوضح. كنبداو نجمعوه بحال هكا، هانتوما كنديروا هذاك لي بلي، هذوك بليات بحال هكا، وكندهنوا وكنجمعوا. هانتوما كتجي نيت تبارك الله بسطيله ديال الحوت، ماشي بسطيله بالشعريه كيفاش كيديروا، يعني كيديروا الاغلب كيكثروا ما تكثروش الشعريه. كيف هاد البسطيله كامله درت فيها واحد 6 ديال المربعات ديال الشعريه، ولكن هذه بسطيله كبيره 45. هانتوما كنبقاو غاديين مع الاولى اللي درنا حتى الاخيره. هانتوما هذه هي الاخرى اللي كنا حطيناها، ها هي. كنستسمح بنيته كتصورني، صورت لكمش داكشي، قربت بزاف وما صورتش داكشي يعني مدقق. هانتوما
هانتوما هي البسطيله ديالنا، منها مزوقه، منها ملمضه. صافي، وكنديروها والسير عاوتاني في الطياب كنديروها على نار مهيله واحد الساعه د المكانه من الفوق، كطيب من الفوق ومن التحت واحد الساعه د المكانه. يعني كنساوها في الفران، كنقصوا عليها، كندير واحد 170 حتى 180. اللي عنده فران ديال الغاز هو كينقص عليها اقل ما يمكن، وكتجيب سطيله رائعه. جربوها، الصحه والراحه.